ازاي اسافر صح وازاي امن نفسي في السفر. ناس كتير كلمتني في الموضوع ده. بص يا صديقي، هو الموضوع كله عرض وطلب واتفاق وعقد. بمعنى لازم تكون مسافر على مكان معتمد وتكون مأمن نفسك. مأمن نفسك ازاي؟ ان انت معاك عقد. العقد بتاعك ده فيه كل حاجة انت متفق معاها مع الشركة او الفندق او ايا كان المكان انت مسافر عليه. بمعنى شوية خطوات كده لازم تعرفهم قبل ما تسافر عشان ما تروحش هناك تلبس في حيطة يا صاحبي. اول حاجه المرتب. اتفقت على مرتب يتصدق في العقد. المرتب كامل، ما يجيش يقول لك انت مثلا متفق على خمسه، يقول لك انا هكتب لك اتنين عشان الضرايب والتامينات ما تبقاش كتير عليك والكلام ده كله. قول له لا، مفيش الكلام ده. الخمسه اللي انت اتفقت عليهم يتكتبوا في الايه، في العقد. هتروح هناك يا صديقي هتلاقي ان المرتب اللي مكتوب لك في العقد هما الاثنين اللي انت اتفقت عليهم. هتروح تشتكي، روح اشتكي اتفضل، انت العقد مكتوب فيه كام؟ اتنين. الراجل ما عملش معاك غير كده، قال لي ومش قال لي، احنا بنتكلم بعقد دلوقتي يا صديقي، مش بنتكلم كلام. ماشي. فلازم نقطة المرتب دي تكون متوضحة في العقد. والمرتب كامل. هل في بونص، في اوفر تايم، في اي حاجة بتيجي خلاف المرتب برضو تبقى مظبوطة في العقد. يعني انت مثلا متفق في العقد على 8 ساعات وهو اللي جه شغالك 16 ساعة او 12 ساعة. طب ال8 ساعات والاربع ساعات دول كده بالحب؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. فلازم برضو يبقى مكتوب في العقد. وكنت انت تشتغل فوق الوقت بتاعك، الكلام ده هيتحسب اوفر تايم ولا هينزل لي بونص ولا هينزل لي ايه؟ كل الكلام ده برضه يبقى مكتوب في العقد. نمرة اتنين، السكن. السكن برضه معلش انا اسف. السكن لازم هو يوفره لك، او كنت هتتفق على هو يوفر لك مرتب بدل سكن. من ضمن البروز بتاعت المرتب بدل سكن. اعرف المنطقة اللي انت فيها، اسأل فيها متوسط السكن الكويس هيبقى كام. ما هو ممكن يصرف لك، يكون متوسط السكن مثلا 500 ولا 400 ولا 1000، هو يصرف لك 500 او يصرف لك مبلغ اقل من السكن. فبالتالي هترضى بسكن يكون مش مظبوط او في ناس كتير. طبعا السكن ده عليه عامل اساسي، ان انت لازم تنام نومه مرتاحه، لازم تنام نومه نظيفه ونومه مرتاحه عشان تقدر تدي في الشغل. ده بالنسبه للسكن والمرتب. لازم تتفق معاه برضو. معلش انت لو جرى لك حاجه، عييت، تعبت، لا قدر الله حصل لك حبيت تعمل عمليه اللي هو بدل تامين طبي، لازم تتفق على البند ده ويبقى مكتوب. هل هيصرف لك فلوس ولا هيعالجك على التامين الصحي هناك ولا الدنيا فيها؟ لازم برضو تبقى متفق على الحته دي. وسيله المواصلات هناك، لو انت السكن بتاعك بعيد عن مكان شغلك، طب في وسيله مواصلات المكان موفرها لي ولا هتصرف لي بدل؟ طب هل البدل ده مجازي للمواصلات اللي انا هصرفها هناك؟ دي نقطة برضو لازم تبقى متوضحة في العقد. نقطة كمان، الأكل والشرب، هتصرف لي باكج ولا هتصرف لي بدل أكل وشرب ولا هتصرف لي 3 وجبات؟ لو يصرف لك بدل برضو تعرف برضو متوسط انت. أكيد في ناس هناك بقى تعرف، انت تعرف منها الكلام ده، أو خش على جوجل أو افهم الدنيا فيها ايه. برضو الموضوع مش صعب يعني. فانت شوف اللي هيصرفه لك ده موافق مع المرتب ولا مع الصرف ولا مع الكلام ده ولا لا. فلازم برضو شويه النقط دول تاخد بالك منهم. ماشي. السفر من مصر او من الدوله اللي انت فيها، السفر تيكت الطيران عليك ولا عليه؟ طب تفهم برضو النقطه دي. نقطه كمان، طب انا لما انزل اجازه، الاجازه بعد كل قد ايه؟ بعد سنه ولا 2؟ شهر ولا شهرين؟ طب الاجازه اللي انا هنزلها دي مدفوعه الاجر ولا مش مدفوعه الاجر؟ فلازم يا صاحبي الحاجات دي تبقى انت فايق ليها ومتوضحه في العقد اللي انت هتطلع عليه. ماشي. دول شويه النقط لازم تامن حالك عليهم عشان تبقى مامن نفسك. نقطه كمان يا صديقي، بلاش موضوع الزياره اللي بشهرين، بلاش موضوع الزياره اللي ب3 شهور وبشهرين وب6 شهور والكلام ده كله. احنا كلنا على الله وبنطلع ارزاقنا على الله. انا معاك في النقطه دي وبنعتمد على ربنا. بس احنا يا صديقي مش في بلدك، انت مش في بلدك عشان الموضوع يبقى بالنسبه لك سهل. او انت مثلا من بلد في الارياف في مصر وجاي تشتغل في القاهره، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل وهنزل ادور والموضوع يبقى سهل. لكن انت يا صديقي بره مصر، الموضوع مش سهل ان انت تلاقي شغل. مش سهل زي ما انت متخيل. خليك لقيت شغل هناك يا صديقي، صاحب المكان اللي انت هتروحه او الفندق او ايا كان المكان اللي انت هتشتغل فيه هيلاقيك واقع ومحتاج، هيلعب بيك ازاي يا صديقي؟ هيقول لك انت هتشتغل، هيكون مثلا ان هو داخل البلد قانوني وداخل شرعي ومعاه الاقامه ومعاه عقد، بياخد 4000 او 5000. هيقول لك انت هتاخد 2000.
وانا مش هديك اقامه، مش هدفع لك اقامه، وما عنديش سكن. الموضوع ده جاي معاك وهيمشي معاك يعني الموضوع متفقين. فانت غصب عنك يا صديقي عشان نتفق، ما تعبان والدنيا معاك مش مظبوطه ومش لاقي شغل، هترضى. طيب هترضى ال 2000 ال 2000 ريال ولا 2000 درهم اللي انت هتاخدهم دول يا صديقي، هتصرفهم مواصلات وهتصرفهم سكن وهتصرفهم اكل وهتصرفهم، انت هتطلع غربة على الفاضي. فمعلش يا صديقي ما تبقاش غربة ومرار وما عملتش فلوس، والموضوع مش هيبقى احسن حاجة بالنسبة لك. فانت ما تسافرش يا صديقي الا لما تكون مأمن حالك مليون المية. والله العظيم ناس كتير بتكلمني من بره مصر، الدنيا معاهم، طلعوا زيارة وفي تركيا وفي دبي وفي السعودية في البحرين. وانا ما بتكلمش على مصر عامة على فكرة، انا بتكلم على اخواتنا كتير بيطلعوا برضو من دول عندهم برضو قاصدين لقمة عيش حلال وكل حاجة. بس انا بالنصيحة لناس كتير بتكلمني، الموضوع معاهم مش احسن حاجة. يعني في ناس بتكلمني مش لاقي سكن، مش لاقي شغل، مش لاقي تاكل، نايمة في الشارع، والله العظيم حاجات كتير شكل كده. فانت ليه يا صاحبي تنزل تودي نفسك في حتة زي دي؟ اطلع من بلدك مأمن نفسك 100%. ما تروحش هناك تقول انا هدور على شغل والدنيا حلوه ومش مش عقلاني يعني. فلازم انت تأمن حالك لانك انت طالع على الغربه. ما يبقاش مثلا، ما تبقاش اسمك مثلا طالع البلد دي على الفاضي، طالع بلد واسمك متغرب وطالع تعمل فلوس وتروح هناك ترجع ايد ورا وايد قدام. انا مش بصعب لك الموضوع وبقول لك الموضوع وحش، لا، انا بقول لك اطلع صح، اطلع صح عشان ما تتبهدلش هناك في الغربه يا صاحبي. محدش بيشيل حد، محدش بينفع حد بغربته. انت هناك بنفسك في كل حاجه بقى، في علاجك، في اكلك، في شربك، في غسيلك، في كل حاجه. مالكش سند هناك غير ربنا. فانت هناك بنفسك، محدش هناك بيسند حد في الغربه. اللي هيديك فلوس النهارده مش هيديك بكره وهيطلبها منك. فانت عشان تكون طالع صح يا صاحبي لازم تكون مأمن حالك مليون المية. زي ما قلنا شوية الشروط اللي احنا قلناها في اول الفيديو من الاول: تيكت، سكن، عقد، فلوس. كل ده لازم يكون انت متفق عليه قبل ما تخطي خطوة، قبل ما تخطي خطوة. وبالنسبة لموضوع المكاتب ودفع الفلوس، ما تدفعش فلوس الا لما تكون مأمن حالك برضو للمكتب. قول له اللي انت، انا هدفع لك اللي انت عايزه، بس استلم العقد وتيكت الطيران في ايديا، واكتب يا عم وصل امانه، اكتب اللي انت عايز تكتبه. لان في ناس بتكلمني برضو ان في مكاتب نصب عليها كتير. فانت ما تدفعش فلوس في مصر او في بلدك اللي انت هتدفع او المكتب اللي انت تطلع عليه غير اما تكون مأمن حالك يا صديقي. غير كده هتلاقي الموضوع صعب عليك. فبلاش موضوع الزياره وتطلع تدور على شغل، الموضوع هناك بهدله. والله امهات وابهات بيكلموني عيالهم هناك والدنيا معاهم مش مظبوطه والزياره فاضل لها اسبوعين وتخلص واحنا مش عارفين نعمل ايه. طب وليه احنا نودي نفسنا في حته زي دي يعني؟ بلاش موضوع ان الزياره والكلام ده كله. كلنا الدنيا معانا مش احسن حاجه وعايزين نسافر وعايزين نعمل فلوس وعايزين وعايزين وعايزين. ف ما تطلعش غير اما تكون مأمن نفسك. اطلع زياره امتى بقى؟ اطلع زياره اما اكون طالع على حد. يعني ايه؟ مثلا ليا واحد صاحبي هناك، ليا واحد قريبي هناك مظبط لي شغلي ومظبط لي سكني ومظبط لي كل حاجه، وانا هناك هعمل تعديل وضعي بقى واظبط الدنيا بتاعتي هناك. لكن هتطلع بقى وعلى الله وان انت تدور وبتاع، الموضوع مش هيبقى حلو. ماشي يا صديقي، ربنا يصلح حالنا وحالكم، اتمنى اكون فدتكم. ربنا يصلح حالنا وحالكم، كل سنه وانتم طيبين، وما تنساش رزق ترزق.